في زمن العالم الكبير ابن سينا بنت من بنات الأمراء كانت مريضة، وكل الأطباء احتاروا في علاجها ومش عارفين يشخصوه، لا حرارة ولا وجع ظاهر ومفيش تفسير لحالتها. جابوا ابن سينا بنفسه، دخل القصر، شاف البنت وفحصها بعناية، بس برضه مفيش أي علامة مرضية على جسمها. ابن سينا بكل خبرته مسك إيديها وابتدى يحس نبضها، وفضل يقول بصوت مسموع أسماء أحياء المدينة اللي عايشين فيها، حي ورا التاني. النبض فضل عادي ماشي عادي لحد ما نطق باسم حي معين. فجأة النبض علي وضربات قلبها سرعت. ركز ابن سينا وابتدى يقول أسماء البيوت اللي في الحي ده، كل ما يقول اسم يلاقي النبض ثابت لحد ما قال اسم بيت أسرة معينة والنبض عالي جدا. ابن سينا كمل لعبته، ابتدى يقول أسماء الشباب اللي ساكنين في البيت ده، ولما قال اسم شاب معين بالذات دقات قلب البنت زادت جدا وصوتها سمع القصر كله. ساعتها ابن سينا ضحك وقال جوزوا البنت للولد ده، هو العلاج بتاعها وهو دواها. يا زمن، زمان كان الدكاترة بيفهموا القلب قبل الجسم، مش زي دلوقتي أي حاجة تحصل يدوك برشام وخلاص.